يعني هلا ما بعرف شو الفكرة من انكم تضيعوا كل وقتكم وكل حياتكم تثبتوا مين كان احسن من 1400 سنة، ومين لازم نتبع، وكيف لازم نميز بين بعض. شو هالمسخرة، حرفيا مسخرة. بدل ما نركز بالمستقبل وبالحاضر وكيف نطور من انفسنا من حالنا، نركز كيف نعمل شغل وبزنس. ما عم تشوفوا البوستات على الانستغرام ولا على الفيسبوك انه نحن بدنا مثلا 300 مليار دولار لنعمر سوريا، ولبنان بدها 250 مليون دولار لتعيد اعادة الاعمار. فما عم تقروا هاي الارقام؟ ما عم تحسوا انه وقتكم عم بيضيع، وانكم لازم تستثمروا صحتكم ووقتكم وشغلكم وفلوسكم؟ يعني ما بعرف، في شيء منطق بالموضوع؟ مو حاسين انه في شوية نقص بالعلم؟ لازم نقرا نتعلم، في كتب لازم نقراها، في بزنس لازم نعمله، في دول لازم نوقف فيها على حيلها. مو لازم بس هيك نشتغل شوي، نترك الفيسبوك والانستغرام والقتال والخبط والضرب ببعض، ونصير بس هيك نركز على حالنا على شغلنا. ثلاث ارباع الشعب السوري مو تحت خط الفقر، تحت الحضيض، ما عم يلاقوا خبز واكل ياكلوا. ف ما بعرف شو هالمسخره، ليش هيك عم نضيع حالنا؟ الماضي والدول اللي حوالينا، رجعوا للتاريخ، رجعوا للعصور الوسطى، رجعوا لاي بلد سقط فيها النظام. ليش عم نحاول نخبص وننزع كل شيء صار بهالبلد؟ والله ما بعرف. بس يعني ما في شيء بفائل بالخير، والمستقبل ما جيد ابدا اذا بدنا نضل على هالحاله نحن.